التقي بالدكتور شعبان جمال رئيس اتحاد طلاب كلية الطب البيطري السابق. أهلا بك يا دكتور شعبان، واحكي لنا تفاصيل ما حدث في اليوم في المشهد الانتخابي بجامعة المنوفية. اهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. والله اليوم النهارده كان جميل جدا، وكان في تنظيم رائع من اسره الطلاب من اجل مصر على مستوى كليات الجامعه. استهل اليوم طبعا. افتتحنا طبعا بالقران الكريم، وبعد كده كلمه الاستاذ اسلام فايض الله رائد الاسره على مستوى الجامعه. وبعد كده الكلمه بتاعت احمد ابو عيله رئيس اتحاد الطلاب. وبعد كده خدنا الصور الجماعيه يعني، وكان يوم جميل، كان يوم جميل جدا يعني. دكتور شعبان، يعني إن شاء الله ناوي تترشح برضو السنة دي بالنسبة لاتحاد الطلاب، ولا شايف إن برضو المجال إزاي؟ اكيد طبعا يا استاذ محمد، في نية يعني للترشح، وان شاء الله يعني ربنا يكرم. طب لو قلنا ترجمة واختصار للسنة الماضية ورئاستك اتحاد الطلاب، هل أنت راضي عن هذه الفترة والإنجازات اللي تمت يا شعبان وما أبرزها؟ والله العظيم يا استاذ محمد، مش هكذب برضه على حضرتك، اقول ان احنا يعني ادينا المهمة على اكمل وجه. احنا اكيد برضه كان في تقصير، بس يعني احنا بقدر المستطاع قدرنا نعمل كل اللي نقدر عليه، وحاولنا يعني بقدر المستطاع ما نقصرش طبعا في حقنا قدام زمايلنا الطلبه اللي كانوا يعني منتخبيننا، ويعني ادونا الرساله دي ان احنا نأديها يعني. المفروض انه طبعا هيتم فتح باب الترشيح من اليوم واستقبال الطلاب بكلية الطب البيطري يا شعبان. يعني احكي لنا ايه المشهد عندك في الكلية حاليا، بدأ ولا لسه؟ اه يا أستاذ محمد، طبعا بدأ، وفي طلبه كتيره جدا جت هي وبدأت تملى الاستمارات وتقدم وترشحت كتير. في طلبه كتيره ترشحت يعني، وكل اللجان يعني اتملت. ماشي أنا في الحياة، ده أواني وده وقتي، مش بخاف مش بنين أضعف مش عوايدي. بعد يوم أو يومين أنا هوصل وأعدي، والسحاب والسماء سقف الحلم عندي. لو صدق صاد أشيله شيل معرفة